fun. يا صباح الفل، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني قوي 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 من اخر فيديو انا نزلته من اسبوعين تقريبا. فالنهارده فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله يعجبك ويكون كده خفيف على قلبك. بس اهم حاجه لو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه انا بنزلها. وعايزه لايك جامد للفيديو ده لو عجبك، سيبي لي كومنت حلو زيك. تخيلوا كده نسمي الله ونبدا الفيديو مع بعض نشوف عملت ايه في اليوم دوت. بدأت كده اليوم معاكم الصبح، كنت عايزة أشارك معاكم اليوم ده. اليوم الفيديو ده مصوراه يعني تقريبا بقالي أسبوعين تقريبا من قبل ما أنقطع كده عنكم. فهحكي لكم اليوم ده حصل فيه ايه وايه اللي حصل لي بعديه، والأحداث اللي حصلت معايا وكده اللي خلتني أنا أقعد طول المدة دي ما نزلش فيديوهات، وإن أنا أبقى غايبة الوقت ده كله. ده مش العادي بتاعي، يعني ممكن اغيب 5 ايام 6 ايام يعني ماكسيموم. او يوم ما بغيب بيبقى اسبوع مثلا، ده لو انا تعبانه او حصل ظرف طارئ جامد جدا. فان انا اقعد المده دي كلها دي تقريبا اول مره اعملها، فكان اكيد غصب عني وكان ظرف يعني شديد جدا جدا جدا. فحكي لكل حاجه. اول حاجه كنت احضر اللانش بوكس بتاع دومي عشان تروح المدرسة. فعملت لها سندوتشات كده وحط لها فواكه وخضار وحطت لها العصير بتاعها، وكنت مجهزاها في اليوم ده. كان تقريبا في اليوم ده عندها حفلة حاجة كده، فجهزتها وقلت لا انا ايه مش هنام، هبدأ كده اليوم معاكم عشان هقول لكم ايه اللي حصل معايا قبلها وفي يوميها. يعني بصوا كان في احداث كتيرة كده. يا دودو، كل عيد طفولة وانتي طيبة. النهارده يا جماعة عندنا عيد الطفولة، فهتروحي النهارده بزي رياضي صح؟ انبسطي ها؟ فن. بسم الله توكلنا على الله. يا دودو عشان يلا طلعت بقى استغليت ان اياد كان نايم وهو كان تعبان الفترة ديت، فدخلت كده على المطبخ. المواعين دي كلها من اليوم اللي قبله. يعني بصوا الاحداث هتتوالى كده، هحكي لكم والله العظيم حاجات يعني. الحمد لله الحمد لله على كل حال. فانا كان عندي مواعين كتيره جدا اليوم اللي قبله. اليوم اللي قبله عادي ما كنتش مصوره معاكم يعني روتين ولا حاجه، كنت عادي في يومي. عملت الغدا وخلصت وبس. يعني انا يا دوبك اللي حصل بقى معايا اليوم اللي قبل الاحداث دي. خلصنا الغدا وبعد كده دخلت حطيت يا دوبك المواعين في المطبخ، ويا دوبك يعني خدت اياد كده لان لما بياكل بيبهدل نفسه جدا. فقلت ادخل المواعين الاول واغير له، وبعدين ادخل بقى اشطب المطبخ عادي قبل ما انام واخلص كل الحاجات اللي ورايا. كان يوم طويل وكده وكان في حاجات كتير، فما كنتش حابه ان انا اصور فيه يعني. المهم خلصت الغدا ويا دوبك دخلت حميت اياد وسبته بقى يلعب، ولسه بقول يا هادي ادخل المطبخ لقيت اياد بيصرخ وبيعيط. دخلت على الاوضه لقيت وقع من على الزحليقه اللي هو بيتزحلق عليها. يا دوب كان طالع على السلالم، فديما بتقولي هو كان راح يعدل رجله، فرجله التاني تحتيه وهو فوق على اعلى حته كده في الزحليقه، فراح اتقلب من عليها فنزل على دراعه. فطبعا انا سبت كل حاجه بقى، سيبنا المطبخ وسيبنا الدنيا كده زي ما انتم شايفين، ورحنا طبعا على المستشفى. عملنا اشعه ساعتها وكشفنا يا حبيبي كان دراعه مش قادر يحركه من عند الكتف ومن عند الريست بتاع الايد، وعياط عياط متواصل متواصل. انا تقريبا الليله دي انا ما نمتش فيها بسبب العياط وماسك فيا طبعا. فالمهم حصل بقى معايا ايه، رحنا المستشفى وعملنا اشعه وكده، فالدكتور طمنا وبتاع قال لا هو الحمد لله ما فيش كسر، بس طبعا في زي تصدع كده في الدراع. فكتب له على ادويه وحاجات اللي هي التورم، وكتب كده حاجات تتاخد ومسكنات عشان خاطر
تسمع كده معاه لاني مش مستحمل اي حاجه طبعا خالص. وطبعا قال لازم يلبس اللي هي حامل كده بتاع الايد عشان يمسك الايد والظهر، لان الاطفال في السن ده يا بنات بيبقى الغضاريف عندهم ما بتكونش لسه اتجمعت او اتكونت، فما بتبقى ظاهره في الاشعه لو لا قدر الله فيها حاجه. فعشان كده قال لا لازم نلبس حامل للدراع لحد ما نطمن عليه، وفي بعد طبعا الاستشاره هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. فالمهم كانت ليله كده، كان يوم قبلها صعب جدا. المفروض ان كان تاني يوم عيد ميلاد ديما بنتي، فاليوم بقى دوت اللي هو اليوم اللي حصل فيه الحادثه دي لإياد، جم بقى اخواتي جم بالليل وطمنوا عليه وقعدوا معانا وبتاع، فحتى كانوا جايبين تورته لديما عشان عيد ميلادها وقالوا لي عشان لو تاني يوم هنبقى بره او عند حماتي بتاع، فقلنا كده قعدنا مع بعض شويه بالليل وفكوا كده عن ايوده شويه، والدنيا الحمد لله كانت تمام. قلت خلاص لما اصحى بقى الصبح كده ان شاء الله انزل ديما المدرسه وهبدا بقى كده اشتغل. حتى والله اتحمست كده، قلت خلاص انا هبدا اليوم معاكم واشطب كده البيت معاكم واشوف كل الحاجات اللي انا محتاجه اعملها كده معاكم واشارككم اليوم ده عموما. فبصوا ده كده الاحداث والله العظيم، بصوا ورا بعض كده ترك 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 كده، يعني انا ما لحقتش افوق. انا هحكي لكم اليوم ده حصل معايا ايه في ايه، عشان يعني هو كان يومين فيهم حاجات غريبه كده حاصله. فالمهم زي ما انتوا شفتوا كده الحمد لله خلصت المطبخ، وانا مرضيش ان انا انام واصحى، لاني انا كنت متاكده ان اياد لو صحي بسبب التعب اللي هو فيه هيفضل ماسك فيا وهيعيط وهو هيبقى مقريف، ويعني مش هيخليني اعرف اعمل اي حاجه. فقلت لا انا مش هنام، انا هفضل صاحيه لحد ما اخلص كل الحاجات اللي ورايا في البيت، وخلاص طالما انا خلصت اي حاجه ورايا ابقى فايقاله بقى. ودي ما كمان هتيجي من المدرسه، لو في اي حاجه محتاجه الدراسه ابقى كده فايقه معاها. فالمهم خلصت كده قلت ادخل افطر على رواق، عملت كده سندوتشين وكوبايه الشاي بحليب بتاعتنا، وقلت كده هفوق. واليوم كان ماشي عادي بسلاسه خالص، يعني اليوم الحمد لله يعني قلت الحمد لله قدر الله مش هيفعل، الحمد لله ان هي جت على قد كده في اللي حصل لاياد ولدراعه. حتى ناس كتير جدا منكم على الانستجرام وعلى الفيسبوك لما حطيت الستوري هناك فشافوا كده صورة يودا وقعدوا يدعوا له وكانوا زعلانين عشانه جدا. والله بجد انتوا ربنا يخليكم ليا، الكلام الحلو ودعواتكم لإياد الحمد لله الحمد لله ان هو بقى احسن. فانا يعني لما لقيتكم كلكم زعلانين على تعبه وزعله، يعني فعلا حسيت ان اياد ده ابنكم، يعني اتولد معاكم، يعني حسيت فعلا ان هو يعني ابن ليكم، مش مجرد ابن حد بيتبعوه خلاص يعني. فالحمد لله يعني هي جت على قد كده، ويعني اخرة الشقاوة هنقول الحمد لله. بس يا بنات فالمهم بقى فطرت، وبعد كده قلت انا هرتب حاجات في البيت كده. في حاجات كنت عاملاها جوه يعني انا قلت هعمل الحاجات اللي محتاجه بس تتظبط. فدخلت كده على الليفينج، كان عايز يتظبط ويتنضف، حاجات كده سريعه فيه. فقلت هنضفه وارتب كده البيت واشوف ايه الحاجات اللي ورايا الحق اعملها قبل ما يصحى. وهي ديما كمان في المدرسه والدنيا هاديه، عارفين اللي هو العيال لما بتسحب او في حواليكي بيعطلوكي بيعملوا دربكه. المهم همسك بس الليفينج كده اظبطه معاكم وهخلص. المهم ان انا في اليوم ده اللي حصل معايا كالاتي، انا عادي انا صورت معاكم اليوم، انتوا هتشوفوا كل الحاجات اللي انا عملتها في اليوم، والحمد لله اليوم كان ماشي كويس. واياد كان بيصحى كل 8 ساعات بديله الادويه بتاعته والمسكنات والعلاج اللي هو بتاع التورم ده بتاع الاطفال. فالحمد لله يعني الدنيا كانت ماشيه عادي خالص، وقضينا اليوم عملت الغدا معاكم، واليوم كان ماشي كويس جدا جدا جدا. بس بقى اللي بقى حصل بعد كده بقى اللي خلاني ما انزل لكمش الفيديو ده على طول بعديها او تاني يوم، ان انا خلصت اليوم ده معاكم، خلصت الغدا، وبعدين جوزي محمد نزل كان عنده مشوار شغل، وهو رايح المشوار ده عمل حادثة على الدائري. ف مهما اوصف لكم اليوم ده كان ماشي ازاي، في اخره كان عامل ازاي، يعني مش هتتخيلوا، يعني ربنا ما يكتبها يا رب على اي حد. فهو عمل حادثة على الدائري بالعربية وخبط شخص، يعني شخص كان بيعدي الدائري فهو خبطه وطلع قدامه يعني فجأة وكده.
وبس فخبطوا. وطبعا انتوا فاهمين بقى الاحداث واللي حصل والحاجات دي كلها، يا رب ما يكتبها على اي حد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان هو يعني طلع سليم في الحادثة ديت، واي حاجة بعد كده تتعوض واي حاجة تتعمل يعني. بس طبعا انتوا عارفين بقى، طبعا حد خبط حد فقاسين وجيم بقى وحوارات كده. عشت أسوأ 9 أيام في حياتي بجد يعني. مهما اوصف لكم 9 أيام اللي انا عشتهم بعد التاني اللي هو في يوم ليلة الفيديو ده كان عامل حتى هتبص هتلاقي وشي اصلا كنت قبلها مخنوقة بسبب اياد، الليلة اللي قبلها بسبب اللي حصل معاه وتعب وبتاع. بس عارفين اللي هو ايه، قايمة اصلا متضايقة ومن اللي حصل، وقلت الحمد لله ان اياد جيت على قد كده والموضوع ما طولش. خصوصا كمان ان ديما في نفس السن بالظبط، سن السنة ونص حصل معاها نفس الموضوع، ووقعت بس كانت من على الكنبة وبرضه حصل نفس الموضوع ده في دراعها، وركبنا لها الحامل بتاع الدراع ده. فاللي هو ايه، قعدت كده افتكر الاحداث فكنت متضايقة جدا. فالمهم عادي بقى، قلت خلاص يعني ايه، يوم وخلص والحمد لله قدر الله ما شاء فعل وبس. فلحد بقى ما جالي بقى الخبر بالليل بتاع جوزي والحادثة اللي عملها. فمهما اقول لكم مهما اوصف لكم الحالة الواحد كان فيها الحمد لله. فطبعا يعني 9 أيام جوزي مش معايا وانا والولاد لوحدنا وفي البيت، وعارفين بقى موضوع كان صعب قوي قوي قوي. بس فطبعا الفترة اللي فاتت دي كلها الأسبوعين دول ما كانش بقى ولا مود ولا تصوير ولا شغل ولا ان انا اطلع اتكلم او امنتج ده. بصوا يعني النفسية كانت صفر 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 صفر، كانت ايام تقيلة جدا على الواحد قضاها. فاللي هو حد يعني زي ما بيقولوا، انا هو اليوم دوت اللي حصل فيه الموضوع ده كان تاني يوم عيد ميلاد ديما، فباباها مش موجود معانا، وفي ان انا مش قادره احتفل بيها واقولها يعني زي العادي بتاعنا، وان هي مستنيه بقى ان احنا نعمل عيد ميلادها او نجهز تورته والحاجات دي كلها. طبعا ما مش اي حاجه ليها خالص. فبس لحد بقى قلت لما بابا يجي ان شاء الله ونحتفل بيكي وبتاع. فانتوا عارفين بقى الاطفال، بابا فين بابا فين الحاجات دي كلها. فالموضوع كان صعب 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 عليا جدا جدا وعلى الولاد. فطبعا مش فاهمين قوي حاجة، بس طبعا النفسية بتأثر على الكل شوية. فحاولت كده الدنيا ان انا امشي الدنيا لحد الحمد لله محمد بقى في البيت الحمد لله متواجد، والدنيا يعني بقت يعني احسن شويه والطف شويه. ده بقى يا بنات والله اللي حصل معايا، ده اللي خلاني بقى ان انا ما قدرتش ان انا ابقى معاكم خالص خالص خالص. بجد كنت للناس اللي دخلت تسال عليا، يعني انا فعلا انا بقالي تقريبا المده دي كلها بقالي 12 يوم ما مسكتش حاجه الموبايل خالص، ولا بفتح حاجه خالص، ولا اي حاجه على السوشيال ميديا، ولا فيس ولا انستجرام، ولا ببعت ولا بشوف اي حاجه خالص. بس بيجي له نوتيفيكيشن، يعني انا بيجي نوتيفيكيشن فين يا نغم، انت فين يا نغم، يا رب تكوني كويسه. فانا بشوف النوتيفيكيشن، بس لحد دلوقتي والله مش قادره ان انا ابقى ايه، ان انا ادخل كده وافتح واقعد والحياه تبقى عادي. يعني عارفين اللي هو لسه النفسيه مش احسن حاجه خصوصا الفتره اللي عدت علينا والاحداث دي كلها. فالموضوع كان صعب قوي قوي، يا رب ما يكتبه على اي حد خالص. يعني حاجات الواحد ما يتمناش العدو حتى ان يبقى في الظرف دوت. فالحمد لله الموضوع كان تقيل علينا قوي. فهنقول ايه يعني، اللي قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان هو كويس، وان هو رجع البيت، وان هو معانا ورجع للولاد، فده اهم حاجة في الدنيا. فربنا يخلي ولادنا لينا ويخلينا ليهم يا رب. فبس ده اللي خلاني والله غصب عني ان انا ابقى بعيده، وان انا ما اقدرش افتح حاجه. ما كنتش قادره عارفين اللي هو مش قادره افتح حاجه، ولا ارد على حد، ولا اتكلم مع حد، ولا اتصل بحد، ولا اي حاجه. كنت في اللي انا فيه وكان شاغل كل اللي شاغلني طبعا الولاد ومحمد، وان هو يبقى يرجع تاني البيت بالسلامه وان الموضوع ده يعدي على خير. والحمد لله الحمد لله ربنا يعني سمع دعواتنا والحمد لله ان هو موجود معانا دلوقتي. فبس الموضوع كان صعب قوي 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 قوي. مهما يعني اتكلم مش عارفه اتكلم صراحه عن الموضوع، ما بقى افتكره بتضايق. فالحمد لله ان هو كويس. بس ده والله يا بنات اللي خلاني ان انا ابقى غايبه. فعايزاكم تدعوا لي كده دعوات حلوه يعدي ربنا المحن دي على خير وبس. المهم بقى ايه يعني ايه،
شكرا ليكم، ومش عايزه اي ارغي كتير كده، فعايزه اشكركم بجد على كل الناس اللي سالت عليا. وما تقلقوش، انا كويسه الحمد لله دلوقتي، والولاد كويسين، ومحمد كويس، كل حاجه الحمد لله كويسه. الحمد لله، ان شاء الله كل حاجه ترجع زي الاول واحسن، فالحمد لله. بس فالمهم بقى ايه، اكمل كده معاكم اليوم واحكي لكم كده ايه اللي حصل في اليوم دوت قبل الاحداث ديت اللي حصلت. فبس المهم بقى ايه كده، خلصت كنت برتب الليفنج معاكم، وكنت شويه حاجات كده في المطبخ. قبلها انا كنت عامله معاكم، او اخر فيديو تقريبا نزل لكم كان تنظيف المطبخ، كنت عامله معاكم تنظيف عميق كده للمطبخ وفرشينه مع بعض. ف ما كانش عندي بقى شويه حاجات كده للبيت، يعني ما كانش لسه جبت الشاي السكر حاجات كده عشان احطها في المنظمات. فكنت جبت شويه حاجات كده للبيت، فقلت بقى ارص الحاجه ديت، الزيت حطيت الخل وحطيت السكر والشاي، يعني مليت كل العلب اللي انا حطاها على الرخامه. وبس جهزت كده شويه حاجات في المطبخ، وهنا بقى كنت بجهز الغدا. بصوا هو اليوم ده كان طويل عليا وكان مشحون، فاهم، وختم بحاجه مش حلوه. فالحمد لله، الحمد لله على كل حال. المهم هنا كنت بجهز الغدا تحت كده شويه، وهنا كان بقى وقت الغدا، كان محمد ساعتها قال ان هو جاي من الشغل، فقلت اعمل بقى اكل سويت اند صور كده سهله وسريعه. انا بعملها بالبصل على طول، بحط فيها قطع الفراخ وبحيقها بكل التوابل اللي بتبقى متاحه عندي، ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر كاري كركم. بحط فيها كل التوابل اللي انت شايفينها، وبسيبها بقى بتنزل المية بتاعتها. وبكون مقطعة الخضار، بحط معاها جزر وفلفل ألوان وفلفل أخضر. في ناس بتحب تحمر الفراخ، بتبقى عاملاها بالدقيق وتحمرها، بس أنا بحسها تقيلة كده، هي بتبقى زي بتاعت بره، يعني بره بيعملوها كده، بس أنا بحب أشوحها كده أكتر، بحس طعمها حلو. وبرضو مع الصويا صوص الحاجات دي بتاخد نفس الشكل والطعم بالظبط. فبجهز الخلطة بتاعت الصويا صوص، بحط صويا صوص ومعاها سكر وخل وكاتشب، وفي بولة تانية او كوباية مية عليها معلقة كبيرة او معلقتين من النشا على حسب الكمية. انا كنت عاملة نص كيلو بانيه وكنت مقطعاه، وكنت لسه جايباه معاكم كده في اول الفيديو، انا وانا بطلع الحاجة من الشنطة. حتى الخضار ما كانش عندي، وكنتش لسه نزلت السوق، فاضطريت ان انا اطلب الخضار، جبت الفلفل الالوان والجزر. فالمهم بعد ما بحس الفراخ كده قربت تدخل في السوا، بنزل عليها بالخضار واديها تشويحتين كده، وبعدين بحط الصويا صوص، وبعدين احط النشا بالميه تكرمل بس كده شويه وخلاص. تستوي شويه، بعد كده بطلع الفراخ، وبعد كده بسلق معاها المكرونه. في ناس بتعملها بالرز الجاسمين او كده، بس انا بحبها بالمكرونه اللي هي الشرايط، بتبقى جميله قوي. بعد ما بخلص اللي بيتبقى من الصوص بحطه في المكرونه فيه، وبقلب، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. المهم اصلا ده كان اليوم بتاعي ساعتها، يعني ده اللي انا عملته في اليوم، حبيت ان انا اشارككم. بس انا حبيت ان انا اطلع دلوقتي واتكلم معاكم واطمنكم عليا عشان كل الناس اللي سألت عليا، ودعواتكم ليا، واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. باي باي، مع السلامه.